اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جالكم فيديو جديد. الفيديو النهارده هيعجبكم قوي. هنتبل الفراخ معايا. تتبيله حلوه قوي. معايا بصلتين متوسطين وطماطميتين كبار. هنحط عليهم ربع كوبايه خل، معلقه سكر، معلقه فلفل اسود، معلقه كزبره، معلقه بابريكا، توم بودره وبصل بودره، كاري، كركم. هنحط سماق. كل البهارات اللي عندك بتحبيها حطيها، وكمان معاهم مكعب من المرقة. دي تتبيلة حلوة قوي. هتسلقي الفراخ بيها وهتحطيها في الفرن. هحط برضو حوالي 3 معالق من الزيت، وهنقلب كل الكلام ده كله مع بعضه. عايزة اقول لكم تتبيلة حلوة قوي، جربوها بجد مش هتندموا. يا ريت بقى تدعولي. هنتبلهم هنقعدهم بقى في التتبيله شويه لو انت هتسويها على طول. لكن لو زي كده جايبه الفراخ غسلتها كويس قوي بدقيق وليمون وملح، وبعد كده صفتها وجبتها بقى بالسكينه كده، قعدت اخرم فيها بسكينه رفيعه علشان التتبيله توصل للحمه من جوه بتاعه الفرخه، تبقى كلها كده طعمها حلو. برضو هعمل كده في الصدر وفي الورك، وهحط جوه الجلد. التتبيله دي حلوه قوي. لو انت هتعمليها في يومها هتقعديها ساعه اقل حاجه في التتبيله. لو انت حبيتي تسلقيها، بتغلي الميه وتنزلي فيها الفراخ بتاعتك. حابه تحطيها في الفرن، بترصيها في صينيه ومعاها كوبايه ميه، وبتولعي عليها بقى. تحمري وشها كده وتسويها من تحت. لو انت الفرن بتاعك بيولع تحت وفوق، اول ما الوش يحمر اطفي الشوايه وسيبيها بقى ايه في الفرن من تحت كده. بعد ما تبلتها، طبعا انا هاخدها، هشيلها في الفريزر، مش هعملها في يوميها. يعني انا جبتها غسلتها وصفتها وحطيتها وتبلتها وقسمتها على كيسين بعدد بقى الافراد اللي عندي. جربوا الطريقة هتعجبكم. مع السلامة.